رب تكونوا بخير وكويسين وانتم بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي. ومبدئيا كده كل سنه وانتم طيبين. النهارده وروتين النهارده او فيديو النهارده هوريلكم مشتريات خزين شهر رمضان، وكل المشتريات هقول لكم جبت منين، بس اعتقد واضح ليكم يعني، وهعرفكم هل كان في عروض ولا لا، الاسعار كانت عامله ازاي. فتعالوا مع بعض بقى كده نشوف كل حاجه بالتفصيل، وهوريلكم الاساسيات كلها اللي انا جبتها وايه فعلا الحاجات اللي نقدر نستغنى عنها او لا. بس الحمد لله انا جايبه كل الاساسيات اللي مفيش اي بيت يقدر ان هو يستغنى عنها خالص. تمام. بصوا مبدئيا كده احنا نشيل الحاجات دي كلها ونشوف واحده واحده كده، نفتح الشنط علشان خاطر ما يبقاش فيه كركبه كتير. اول حاجه زيت هديه. ده زيت هديه هو 5 لتر، وكان سعره 320 بالظبط. بالنسبه للاسعار التانية فهو كان سعر كويس قوي يعني. عاوزه اقول لكم ان في نفس الحجم بالظبط 5 لتر نوع هاله كان سعره 420 برضو، ففرق 100 جنيه وهديه بصراحه حلوه قوي. جبت كمان مناديل بتاعه المطبخ فاين، الستة مع بعض دول كانوا سعرهم 50 جنيه. عاوزه اقول لكم كان في منهم 4 بس وكان سعرهم 150. ليه؟ بسبب ان الرول الواحده كانت ب2 رول او 3 رول، كانت كبيره يعني. اوكي، ايه كمان؟ اول مره اجيب صابون سائل اوكسي، بس شكرولي فيه وكده. هو كام لتر؟ هو 2 لتر ونص، وسعره كان بالظبط 70 جنيه. وعاوزه اقول لكم ان كان في عرض عليه هو مع بريكس بتاع اللي هو بينظف الارض وكده، وكان سعره حوالي 85. بس انا مرضتش اجيبه بصراحه لان انا مش بحب بريكس خالص في المسح وكده. نيجي بقى كمان الروايح الخطيره اللي بتفكرني اللي هو اول ما اتجوزت خالص كانوا هما جايبين ليا اصلا الدوني ده الشكل الجديد تمام، بس الشكل القديم مش عارفه هيبان ليكم ولا لا. الدوني ده كان لونه بني وانا جايباه بالعود. ريحته يا جماعه خطيره جدا بجد، تحفه. هو كان سعره 145 تقريبا، وهو حوالي هو بيقول يعادل 3 لتر، لكن هو مش عارفه حجمه قد ايه. هو لتر بس بيعادل 3 لتر، بان هو مركز جدا يعني. اوكي. جبت كمان منظف التويلت ده، حسيت ان ريحته تبقى حلوه كده، اسمه ماكسل ماجيك. سعره كان حاجه و40 برضو. جبنا ايه كمان؟ جبنا شامبو كلير ضد القشره، عشان عاوزه اقول لكم في الشتاء القشره مش بتسيبني بجد. اول مره اجربه فان شاء الله هيبقى حلو يعني. وده سعره 360 ملي، كان سعره كام يا ربي؟ نيجي بقى لاوكسي. انا بستخدم جل، يعني اللي متابعني عارف اني الاقي بستخدم دايما جل مش باودر خالص. فجبت الشهر اللي فات او اخر مشتريات جبت تايد، ما عجبنيش خالص وقعدوا يقولوا لي ده مقاطعه وانا ما كنتش اعرف، وريحته بالنسبه لي ما كانتش حلوه خالص. فاوكسي انا مجرباه من بدري، وكنت الاول بستخدم بريل برضو بقى مقاطعه، فما بقتش اجيبه. بقيت بقى ده تاني مره اجيب من توب فاليو الوايبس دي. انا كنت جايبه الوايبس دي ومعاها واحده تاني صغيره فيها حوالي 20 ورقه او 50 كان ولا كام؟ لا كان حوالي 20، كان جايه مع دي وكانوا ملزوقين في بعض، كان عرض. جبته من حوالي 3 شهور، اخر فيديو مشتريات صورته معاكم كان سعرهم مع بعض 35 جنيه. عاوزه اقول لكم ان دي بس لوحدها دلوقتي ب 43 جنيه، ففي فرق طبعا لان هو اقل وكمان سعره زاد. كمان جبت مناديل فاميليا، هم حوالي 6 مرسوم عليها كده رمضان كريم وحلوه قوي. فاميليا 6 مع بعض كان سعرهم 129 بالظبط. انا فاكره بالظبط. جبت الموري الشاور ده، مره يعني استخدمه للشاور ده حلو قوي، والشامبو برضو بتاع جونسون. جماعه اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي ولقى اي حاجه ممكن تكون مقاطعه ما يكتبليش في التعليقات دي مقاطعه، او يا ستي اكتبي لي عشان تعرفيني. بس انا والله فعلا ما اعرفش ايه اللي مقاطعه وايه اللي مش مقاطعه. انا بصراحه يعني ما كنتش مركزه قوي في الحاجات دي، كنت اللي حد يقول لي ان ده مقاطعه ما اجيبهوش تاني، بس ما كنتش بعمل سيرش وادور ان ايه الحاجات اللي مقاطعه وايه الحاجات اللي مش مقاطعه، عشان اكون صريحه معاكم يعني. فانتم لو لقيتوا ان في حاجه مقاطعه من الحاجات اللي انا جبتها دي عرفوني في التعليقات.
التعليقات بحيث ان انا ايه ما اجيبهاش تاني، بس بنيه اللي هو ما تتخانقوش معايا يا جماعه في الكومنتات، اكتبوا لي بالراحه ان دي فعلا مقاطعه، بس عشان انا والله فعلا ما اعرف. جبت رول بقى اكياس باسكت كده، متعودين نجيب دايما لون اسود، فانا زهقت منه خالص فلقيت اللون ده. الاتنين الرول دول كان سعرهم، يا جماعه احنا محتاجين نجيب البتاع في الاسعار، انا ناسيه سعره بس هحاول اجيب لكم سعره. لايف بوي دي جبناها عشان عمر، ولوكس دي ريحتها حلوه جدا كان سعرها 20 جنيه. نيجي بقى للشنطه دي، بريك واي ده مش اول مره اجيبه، عيش تورتيلا بيبقى فيه حوالي 5 وطعمه حلو قوي، اللي لونه بنفسجي، الكيسه اللي بره لونها بنفسجي اللي هي بتكون بالعيش الاسمر. بصوا طعمها صعب بس الناس اللي بتعمل دايت بقى تستحمل طعمه. كمان دي بسبوسه، عندي احمد عاشق للبسبوسه، انا مش بحبها خالص. سعر الكيلو هناك 160. اللي ده بتاع توب فاليو، اول مره نجيبه برده مش عارفه سعره، هشوفه لكم دلوقتي. اي حاجه حاليا وانا بصور لكم ناسيه سعرها هقولها لكم في الاخر. جبنا ايه كمان، دي عمر شبت فيها على شكل فانوس، المفروض يعني ان هو كان على شكل فانوس كده، وجواه بسكوت اللي اسمه بيمبو، بس في منه كذا نوع بقى، بالشوفان وبالشوكولاته كريم وشوكو ميكس. ايه كمان، شوفان برضو، شوكولاته بندق، يعني 2 3 4 5 6 7، هما 7، 5 كبار و2 صغيرين. سعرهم ايه برضو هقول لكم عليه يا جماعه عشان انا ما كنتش موجوده وعمر بيجيبه. ايه كمان، جبت الاتنين دول احمد جابها لي، اسمها سوبر سودا، مش عارفه ده اسمها ولا لا، بس احمد جابها لي قبل كده وعجبتني قوي. عاوزه اقول لكم ان دي احمد لسه جايبها من قريب من السوبر ماركت، كنت اول مره ادوق طعمها حلو قوي، كان جايبها ب 20 جنيه، دي جايبينها ب 14 جنيه من هناك، فسعرها جميل قوي. جبت الاندومي الشعريه، لما بلاقيه في اي مكان لازم اشتريه لازم. حبه بقى بيكنج باودر على فانيليا على خميره، لزوم ان انا بحب المخبوزات وكده. شاي كرك كمان شاي كرك. جبنه مثلثات توب فاليو، سعرها كان 14 جنيه 8. ليه هتقولوا لي بقى ليه جايباها رخيصه كده، ما تجيبي انواع حلوه؟ عاوزه اقول لكم ان احنا مش بناكلها، احنا بنعملها للتوبنج بتاع السينابون، فانا ما بجيبها سعرها غالي. لقيت بلح كده صغنن، هو احمد بيجيب من الشغل يعني مش رمضان، فانا ما جبتهوش. ده تمر سعودي، اسمه تمر سعودي الشربجي، وزنه نص كيلو ب50 جنيه، والكيلو كله ب127، هو يعني مش نص كيلو بالظبط. جبت برينجلز بالباربيكيو، بقالي كتير جدا جدا ما اكلتهوش. شعريه، مشروم، لقيت مشروم فريش هناك ب 30 جنيه، فسعره بصراحه بالنسبه لي كان تحفه. شعريه كمان، نسكافيه، توابل، حواوشي، شيش، بيكنج باودر. اسعار صح، قولوا معايا، ماجي سعرها كان 12 ونص. وكمان مشاوي، جبنا بقى من باب الشام هناك فشار، الفشار كان سعره نص كيلو ب 37 ونص، الكيلو ب 75. كمان من باب الشام جبنا جبت الهيل اللي هو الحبهان، فلفل اسود عشان شهر رمضان يعني ان شاء الله، وكمون، وتقريبا في بابريكا بس مش عارفه راحت فين، بس ما نكون خدناها عشان مش عارفه خدناها ولا لا. سمعت دكتور ان هو بيقول يعني كويسه معاكي واللسه تبقى تمام، هاتي ده المسواك، فانا قلت اجيبه اول مره اجربه. عايزه اقول لكم ان انا كنت فاكره ان انا بصور، فمعلش بقى سريعا كده هقول لكم الحاجه تاني. اللحمه المفرومه دي سعرها سعر الكيلو 335، تمام. كمان عندهم لحمه اسمها انتر كوت،
دي تقريبا انتركوت بقري، سعر الكيلو بتاعها 485، ودي للشوي. ايه كمان، لحمه دي اسمها كولاطه، سعرها سعر الكيلو بتاعها 409. مش عارفه قلت لكم على الصلصه ولا لا، بس جبت الاتنين مع بعض الهارفست دول، سعرهم مع بعض 45 جنيه، وكان افضل حاجه يعني، كان افضل سعر. جبت لفتين الجلاش دول، سعر الواحده كان 20 جنيه. الزهار كمان نوع حلو جدا، غير اللي انا بجيبه من هنا من البلد، عندنا بيكونوا شويه قليلين كده، لكن ده ما شاء الله ايه تقيل يعني، بيبان عليه الاصلي. جبت كمان سمبوسك نوعها توب فاليو، اول مره اجربها بس حاسه انها ان شاء الله هتطلع كويسه يعني. مش عارفه ايه كمان لسه ما وريتهوش ليكم، بس جبت مكرونه شرايط، زبيب، سكر لو ما كنتوش شفتوا. جبت المكرونه دي من حوا، ميني فورم، حلوه وشكلها كده كيوت جدا، فقلت لازم اجربها. ايه تاني ما وريتهولكوش مش عارفه، بس يعني بلاميل لعمر، فيروز كده يعني. سعر السمبوسك كان 25 جنيه. وكمان سلطه الرنجه دي سعرها كان 44. عاوزه اقول لكم ان انا دقتها اصلا وانا في الفيديو، طلعت مش بصور، بس طعمها طلع جميل قوي، وسعرها زي ما بقول لكم 44 45، بس هي مده الصلاحيه بتاعتها يوم واحد بس. يا رب اكون ما نسيتش اي حاجه تاني يعني، وقلت لكم كل حاجه تمام. شايل عروسه كمان، شكلنا كده ما جبناش البابريكا اللي هناك عشان مش لاقيها خالص. هوت صوص عشان خاطر اعمل لاحمد الرز الريزو، بيحتاج جدا الهوت صوص. من هايبر وان كمان جبنا اسمها ايه دي، جوز الهند مع الزبيب. جبنا برضو الزبيب من توب فاليو، لو انا نسيت اوريه لكم. جبت ريتش بيك بقسماط. جبت زبده فرن، سعرها كان خطير يا جماعه، كان 135 بدل 165، يعني فرق 30 جنيه عن السوق، فهي خطيره بصراحه، سعرها جميل قوي. السلامي عندهم اهو سعر الكيلو ب 300، سعر الكيلو كان مش جايبين كيلو يعني. الجبنه الرومي الكافيار عندهم سعرها الكيلو ب 280. نيجي بقى لاخر حاجه، هي الفراخ. جبنا شيش كيلو، قلت لها تقسمه لي على 2 انصاص، سعر الكيلو هناك ب 200. الغريب اللي كان هناك سعره بجد غريب هو الصدور المخليه، كان سعرها 280. واخيرا اخر حاجه جبنا 2 دبوس رومي، هو جناح يعني، هو الجناح هو الدبوس ولا ايه مش عارفه والله يا جماعه. في العموم سعر الكيلو 144 جنيه، يعني الاثنين دول الواحده كانت عامله 54 بس من اسمه ايه ده، من الدبوس ده، فسعره بصراحه خطير. اللي عارف بقى الرومي عارف انه طعمه تحفه جدا، وسعره مش عالي، فما شاء الله يعني. وبس كده يا حلوين، ده كان فيديو النهارده، مشتريات النهارده الخزين شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يبلغنا رمضان يا رب كده على خير، ويا رب الفيديو يكون عجبك، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده لو هو عجبك، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.